يعني مو شايلين الكليه مال الجندي، شايليها ما يدري ما ادري ايش. اللي يشيل الكليه مال الجندي يعني يحط اصابعه بعين الوزير. مو هاي يعني شايلين، هاي اهانه للوزاره. بس احنا الان سوينا لجنه تحقيقيه بهذا الموضوع. اللجنه التحقيقيه راح تمارس اعمالها من باكر، وخلال 3 ايام اريد النتيجه. التغيير الصفه مالته اليوم هو شنو رتبته كانت؟ يعني جندي اول. جندي اول، ومعامله سفره ايضا تشتغلون بها، وتسافر باقرب وقت. مو قضيتك الان تسلم لي على ماجد سليم استاذ وجيه متشكر. صارت القضيه قضيتي هالشكل كله، واهلك ايضا قول لهم، وانت ايضا حتى تعرف انه الان هي قضيتي مو قضيه جندي. هذا ما يفرق عن داعش اللي شالها، بس خلي اتاكد من موضوع التحقيق مالك. سيدي يعني قلت لك ما كنت اعلم بها والله الا انطوني التقرير، وانا اللي خلاني اطلع بالاعلام دين الدكتور نكر التقرير. اذا الدكتور ما ناكره كان بنا، بس من قال صادر مو مني ضجت يعني. قلت اذا اكو مشكله بالموضوع، والكتاب كان رايح للامور الطبيه مو الي شخصا، الامور مطالبه بتقرير طبي. نعم. من تقرير. على كل هذا الاجراء اللي يفترض انا اسوي لك اياه صار. ما تخسر سيدي. وحقك ان شاء الله اخذه من عين اللي شال الكلى. ما تقصر سيدي، رحم الله والديك. بس نرجع نقول راي الطبابه شنو؟ اللجنه صارت مشتركه بيننا وبين وزاره الصحه، مجلس تحقيق صار بهذا الموضوع، شكلنا اليوم. ما تقصر سيدي. والله كريم ما يصير الا الخير. الله يخليك سيدي. وانت شبكت ما تريد تجي هناك مكتب الوزير، انت لك حصه اكثر من اي واحد. رحم الله يعني ان شاء الله يعلمها عنيكم ورحم الله والديكم. ما تخسروا سيدي. تليفون الدكتور صلاح، تليفون الموجودين يمك، تخابر تقول لهم مو اجي، تقول لهم انا جاي، وهذا حقك. ما تقصر سيدي. ويترفع رتبه ايضا تسجلوها. ترقيته الى رتبه اعلى، وانا ممنون منك واشكرك.